من أكتر الحاجات اللي بتميز الحضارة المصرية القديمة هي التحنيط، فن غامض عمره آلاف السنين. بس يا ترى إيه سر التحنيط؟ وإيه أغرب الحاجات اللي المصريين القدماء حنطوها؟ المصري القديم كان بيؤمن إن الروح محتاجة الجسم عشان تعيش في العالم الآخر، عشان كده كانوا بيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يحافظوا على الجسم، ومن هنا بدأ التحنيط. العملية كانت طويلة ومعقدة. أول خطوة هي إزالة الأحشاء، وبعدها يملوا الجسم بمزيج من النترون، وده نوع من الملح الطبيعي. الجسم كان بيتساب لمدة 40 يوم لحد ما ينشف تماما، وبعدها يبدأ التغليف بأقمشة الكتان المتشبعة بالزيوت العطرية. لكن الموضوع ما كانش مجرد عملية مادية، كل خطوة كان ليها طقوس وصلوات عشان تضمن رحلة آمنة للميت في العالم الآخر. مش بس البشر اللي اتحنطوا، المصري القديم حنط حاجات ممكن تشوفها غريبة. القطة رمز مقدس عند المصريين القدماء، كانوا بيعتقدوا إنها بتحميهم من الأرواح الشريرة، وده سبب إنهم حنطوا الآلاف منها. التماسيح كمان لأنها كانت مرتبطة بالإله سوبك، إله الخصوبة والقوة. لكن مش بس الحيوانات الكبيرة، ده حتى بعض أنواع الأكل زي البلح والبط والجبن والسمك، كل دول اتعمل لهم تحنيط عشان تكون زاد للميت في رحلته الأبدية. الغريب إننا لسه ما فهمناش كل أسرار التحنيط. في مواد كيميائية كانوا بيستخدموها لحد النهاردة مش عارفين تركيبتها. هل في يوم ممكن نكتشف سرهم بالكامل؟ التحنيط مش مجرد تقنية لحفظ الجثث، ده فن بيمثل معتقدات شعب كان بيقدس الحياة والموت. والأغرب إن كل موميا بتحكي قصة مختلفة. ما تنسوش تشتركوا وتتابعونا، العالم الفرعوني مليان ألغاز لسه مستنيانا.